واحد المجال اللي هو مهم، اللي هو مجال الأمني. شفنا هذه يومين كان مدير يعني الأمن الوطني وحماية التراب الوطني المغربي كان في ألمانيا، والتقى بالزميل ديالو، وكانوا زملاء ألمان جاو كذلك المغرب. التعاون الأمني كيتطور كذلك بشكل أكبر في إطار المصالح المشتركة، وفي إطار يعني واحد الفهم متبادل لأولويات كل طرف. بالنسبة للساحل تحدثنا عليه كثير وعندنا مواقف يعني متقاربة. الهدف الأساسي بالنسبة للمغرب هو أن منطقة الساحل خصها تبقى منطقة مستقرة، لأن الفوضى في منطقة الساحل غيمس شمال إفريقيا وغينتقل إلى أوروبا. فاستقرار المنطقة مهم، عدم التدخل الأجنبي في المنطقة مهم كذلك، وكيفية جذب هذه الدول إلى من منطق السلبي إلى منطقة الدينامية الإيجابية. ومن هنا جاءت مبادرة جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بدول الساحل وكيفية تسهيل ولوجها للمحيط الأطلسي، على اعتبار أن كتعطاها فرص أكبر للتجارة، كتعطاها فرص أكبر للتطور وغيرها. وبالتالي فمنطقة الساحل محتاجة مبادرات إيجابية أكثر من عقوبات، محتاجة تعامل والحوار حتى ما نسمحوش لأطراف أخرى أنها توغل في ذاك المنطقة اللي هي مهمة بالنسبة لأمننا واستقرارنا. شكرا.